لو في حد بيستفزك ازاي تعرف ترد عليه وتتحكم فيه وكمان تخليه هو اللي يفقد السيطرة؟ طبعا كتير من الاوقات بيحصل بينك وبين اي حد خناقة او استفزازات وانت بتكون مش عارف ترد. ازاي تصلح الكلام ده؟ اعرف في الاول ان اللي بيعرف يتحكم في نفسه هو اللي بيكسب الجولة، وده هتعمله بثلاث خطوات لازم تكون في دماغك. اول خطوة هي عدم الرد الفوري. الاستفزاز زي النار، اول رد منك هو البنزين. اتعلم تخلي فيه لحظة سكوت قصيرة قبل ما ترد. ارجع لعقلك، جمع تفكيرك ورد. كتير من الأوقات بتيجي تقول لنفسك يا ريتني رديت الرد ده بدل الرد اللي أنا قلته، يا ريتني اتصرفت بالطريقة دي، وهكذا. بكده مش هتكون ضيعت حقك ورديت صح. تاني خطوة هي فلترة الكلام. اعرف ان مش كل كلمة حد يقولها لك حقيقية. اسأل نفسك هل الكلام ده يخصني فعلا ولا بيعكس نقصه وغيرته هو. لازم تكون عارف قدرك كويس وواثق في نفسك، ما تخليش حد يهز الثقة دي. مش اي حد يقولك اي حاجة تصدقها وتخلي ثقتك تتهز وترتبك فما تعرفش ترد. رقم 3، خليك بارد جدا بابتسامة على وشك وحول الانفعال ده لهيبة. ده هيخلي اللي بيحاول يستفزك هو اللي يستفز منك، لأن استفزازه بيستمد من عصبيتك وانفعالاتك. ابعت لي سؤالك وما تنساش اللايك والفولو لفيديوهات أكتر زي دي. سلام.